نواياهم ما هي واضحه، فيقولون يقولون انه كريستيانو لما لعب مباراه باريس سان جيرمان المجموعه اللي معاه كانت فنيا اكثر جوده من المجموعه اللي يلعب فيها في النصر. ترد على ايش على هالناس اللي قاعد تطرح الاراء السيئه هذه؟ نص اللعيبه اللي كانوا معاه في ذيك المباراه وين ينتمون لمين؟ الضمك ولا الباطن ولا مين؟ ينتمون لنادي النصر، موجودين في نادي النصر، هذول اللي تكلمت عنهم انهم موجودين. يعني انت تتكلم عن لاعب مثل جستافو كان نجم في تلك المباراه غايب، رمانه الوسط، يعني وجوده في مباراه زي هذه انا اتوقع انه كثير من شكل المباراه حيتغير. ايضا لا تنسى ان المباراه القادمه ايضا كونان سيكون حاضر، شفنا الجهه اليسرى الكابتن علي لجامي ولا الومه لانه مو مركزه. ايضا في الظهير الايسر هناك ضعف، ما في مسانده هجوميه، حيستعيد كونان. شفنا على مستوى الدفاع الفارو وغيابه اليوم، فبالتالي انا اعتقد انه اللعيبه، ارد على الناس اللي نواياهم ما هي طيبه، انه ترى نصف الفريق اللي كان موجود هناك هو ينتمي لنادي النصر وسيكون بجوار رونالدو. بس ممكن يقولوا لك الناس اللي نواياهم مش طيبه، بما ان النص اللي انت تكلمت عليه موجود، فتاثر اللاعب بغياب النص الثاني اللي مش موجود اليوم، فماذا ترد على الناس السيئه هاي؟ لا الناس السيئة هذه أقول له رد بسيط جدا، مو رونالدو اللي تأثر، فريق نجوم النصر والهلال اللي تأثر. يعني اللعيبه اللي كانوا ينتمون لنادي النصر يسجلون أهداف، واللعيبه اللي ينتمون للمعسكر الآخر يسببون علينا ضربات جزاء، فهذا التأثر اللي حدث يعني ما هو شيء آخر. طيب الله يصلحنا ويصلحهم إن شاء الله. نقطة نظام ونسمع آمين يا رب. نسمع صوت الجمهور. قيمة مثل كريستيانو رونالدو وتاليسكا، فوز النصر قاعدة وتعثره استثناء من وجهة نظر. اليوم الفوز كان صعب، تشوف فوز النصر حيكون صعب ولا سهل؟ هذه هي الإشكالية اللي راح تصير للنصر في المباراة القادمة. اليوم كانت المباراة صعبة طبعا لأسباب. أولا طريقة كارتيرون المميزة جدا يا أبو بدر، تميز بشكل كبير بتواجد الموسى ومارسيل في عمق الملعب مع فيصل الغامدي. أشيد بهذا اللاعب الشاب، قدم أداء كبير بجانب خبرة علي هزازي، حتى إغلاق الطرف سعيد المولد بدون أي واجبات هجومية، ولا أيضا حتى محمد الكويكبي في تينيو عبد الله الخطيب. اليوم واضح إغلاق مربعات الملعب على مفاتيح اللعب الواضحة للجميع اليوم في نادي النصر. 2 ابو بدر فاز النصر لسبب مهم جدا اتمنى ان يوضع كعنوان رئيسي المباراه، عبد المجيد الصليهم وقيمه عبد المجيد الصليهم. ليه؟ من هو بديل نجم عظيم في دورينا مثل جوستافو يغيب اليوم، واتفق مع ابو لما غيابه مؤثر، الا ان عبد المجيد الصليهم اليوم قدم اداء عالي في عمق الملعب. ايضا ابو بدر بادر وصنع الهدف بهالقيمه العاليه جدا وبهالعرضيه المثاليه اللي تسببت في تحقيق النصر للثلاث نقاط. 3 غياب كونان. اي نادي يلعب بالدفاع المتاخر مثل نادي الاتفاق تحتاج كثير لاطراف الملعب. اليوم المشكله كانت عبد الرحمن غريب يحاول يدخل ايضا على عمق الملعب، انت بوجود كريستيانو رونالدو بالاضافه الى تاليسكا يجب ان تمدهم باكثر عدد ممكن من الكرات العرضيه، بالتالي كونان غيابه كان مؤثر جدا. ايضا ابتعاد سلطان الغنام عن مستواه، وهذا هنا يجب ان نضع الف علامه استفهام. كابتن سلطان الغنام قيمه عاليه، المفترض يا ابو بدر اليوم تزداد قيمته في صناعه اللعب بوجود نجمين مثل تاليسكا والكابتن كريستيانو رونالدو. في النهايه عدم انسجام كريستيانو رونالدو مع اللاعبين، وهذا الامر واضح جدا يا ابو بدر. ابتعاد عن تاليسكا في فتره من الفترات، محاوله الذهاب لطرف الملعب، عدم انسجامه مع غريب ومع ايمن يحيى. اعتقد في المباريات القادمه ومع عوده مفاتيح اللعب في نادي النصر اللي يحتاجها كريستيانو تاليسكا سيظهر النصر بشكل اكبر، وهذا لا يلغي ما قدم الاتفاق من اداء مميز. شفتوا اليوم فيصل الغامدي محور نادي الاتفاق؟ صحيح. اتفاق اليوم عطى كم علامه وكم موهبه، يعني فيصل الغامدي اليوم سوى مباراه رائعه جدا يا ابو بدر، محور نادي الاتفاق. صحيح. شوف هذه واحده من الالعاب، ولاعب سنه صغير ترى، ما شاء الله تبارك الله. بدر سبق الإشادة فيه، مؤسس في الفئات السنية مع الكابتن سعد الشهري، ولاعب جدا ممتاز. والإضافة الجميلة يا أبو بدر أنك أنت اليوم بتشوف لاعب بهالقيمة وجرأة مدرب، هذا اللي نحتاجها. جرأة مدرب بقيمة كارتيرون يعطي الفرص لهذه الوجوه الشابة، وهي فرصة مثل ما ذكرت أنت. قنوات ناقلة اليوم أجنبية، من المهم جدا أن تنظر لمثل هؤلاء اللاعبين الشباب في الكرة السعودية. على هاشتاج
مثيل لها في الظهور الأول لكريستيانو رونالدو. السيدات والسادة الحضور